بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة في كورس ال OpenShift Administration. المرة اللي فاتت خدنا ازاي نأسس الكلاستر هيلث ونتشيك الهيلث بتاع الكلاستر ونقدر نترابل شوت النودز بتاعتنا ونديبج النود ونشوف اللوجز ونقول له الايمج بتاعتنا. خلينا النهارده هنا نشوف لو نقول احنا له عايزين الايمج دي نكريت. طيب بود خلينا نشوف جديد الايمج اللي احنا هنكريت حاطينها البود. هي ايه، زي ليه ما عملنا احنا المرة اللي فاتت حاطين هنقول كل له اللاين ده او OC كل اليو ار ال ده للايمج. اول run حاجه لازم نحطها وهنقول له للايمج اسم البود اللي بتاعتنا هو هو ديمو الريجستري اللي 1 موجود فيه الايمج. مثلا يبقى احنا ونقول له الايمج داش داش بتاعتنا بتكون image. هوستد على ريجستري. تعال نقول له يكريت الايمج بتاعتنا ونروح نبص على الريجستريز اللي موجوده. طيب هنا ده الدوكر هاب هو يعتبر اشهر ريجستري، هتلاقي عليه الاف الايمجز، هتلاقي ايمجز لكل حاجه انت محتاجها تقريبا. معظم الفيندورز بيحطوا الايمجز بتاعتهم على دوكر هاب. عندك ريجستري تاني زي الكوي فيه ميزه ان انت ممكن تانستول الكوي اون بريم او تخليه لوكال ريجستري عندك في الانفايرمنت بتاعتك لو انت عندك images confidential او فيها data confidential، او ممكن تخلي الريجستري public او ريجستري اوفر كلاود تقدر تاكسسه من الكلاود. وكمان ممكن تروح تستخدم ال ECR او ال Elastic Container Registry بتاع AWS. طيب لو انا عايز اسيرش على الايمجز اللي موجودة في access.redhat.com او registry.access.redhat.com، فانا هروح اسيرش على الكونتينرز وهفلتر هنا على كونتينرز واقول له nginx مثلا وسيرش مثلا على nginx فهيطلع لي الانجينكس. طيب تعالى نبص على الدوكر فايل او الكونتينر فايل بيتكون من ايه جوه. اول حاجه بنلاقي الفروم ودي بيكون البيز ايمج او الايمج اللي احنا بنبني عليها الايمج اللي احنا محتاجينها. الاكسبوز هنا تعتبر ميتا داتا، هي مش بتأثر على الايمج بشكل حقيقي، هي مجرد ان احنا بندي خبر او بنعرف اللي هيعمل انستليشن للايمج ان الابلكيشن ده بيشتغل على بورت 8080 وبورت 8443 ويبقى هو المفروض يعمل اكسبوز للبورتس دي في الكونتينر بتاعه او للبود بتاعه. الانفايرمنت هنا بسيت انفايرمنت جوه الايمج بتاعتي او بسيت انفايرمنت لما الكونتينر بتاعي هيقوم والانفايرمنتس دي شغاله جواه. هنا دي environments برضو. labels هنا بسيت labels للكونتينر بتاعي او للايمج بتاعتي. run هنا او الانستراكشن بتاع run هو بيروح يرن مجموعة commands جوه الايمج بتاعتي. كوماند او الانستراكشن بتاع الكوبي هو هنا بيروح للكونتينر دايركتوري او الدوكر دايركتوري اللي احنا بنكريت جواه الكونتينر فايل بتاع اللي بيكون الايمج بتاعتنا اللي هنعمل لها بيلد، ويروح ياخد الداتا اللي احنا قايلين له عليها يحطها جوه الايمج. يوزر هنا يبقى انا بست اليوزر اللي انا عايزه يرن اي حاجه جوه الايمج او اليوزر اللي هنستخدمه جوه الايمج هيبقى اليوزر اي دي بتاعه 1001. سي ام دي والانتري بوينت هم من اهم النقط اللي لازم تكون عارفهم في الكونتينر فايل بتاعك او في الدوكر فايل بتاعك. الانتري بوينت بتكون هي اكزيكيوتبل بيرن اول ما الايمج تقوم. طيب والسي ام دي ممكن نعتبره يا ممكن نحطه هو كاكزيكيوتبل لو احنا مش حاطين انتري بوينت، يا اما ممكن نحط السي ام دي از ارجيومنت بنعمل لها ابند للانتري بوينت. طبعا ده شرح سريع للكونتينر فايل او الدوكر فايل، والفايل ده بعد كده بنستخدمه ان احنا نعمل بيه بيلد للايمج بتاعتنا، وفي الاخر هتبقى موجودة عندنا ايمج نقدر نرفعها على ريجستري زي البابليك ريجستريز دي، او لو عندنا برايفت ريجستري ونقدر بعد كده نعمل لها بول سواء عندنا كوبرنيتس او اوبن شيفت او دوكر environment. طيب بعد ما شفنا الدوكر فايل او الكونتينر فايل اللي اتعمل منه بيلد الايمج بتاعتنا، تعالى نروح نشوف الايمج بتاعتنا لما بنعوز نعمل لها بول. زي لما بنروح نعمل بول في الدوكر فبنروح نقول له دوكر بول ونقول له اسم الريجستري زي ما احنا عملنا، وبعدين بنقول له اسم الايمج يبقى الجزء اللي هو ريل نايل انجينكس. تمام، ده هو اسم الايمج بتاعتنا. وبعد كده
بعد الكولون دي هتلاقي في حاجة اسمها التاج. كل ابديت بعمله في الايمج بتاعتي بديله تاج جديد، وفي حاجة اسمها فلوتنج تاج. الفلوتنج تاج ده اللي هو بيكون ليتست، دايما اخر فيرجن للايمج بتاعتي، سي ان الفيرجن اللي اخرها 299 هي دي اخر فيرجن. دايما لو انا رحت عملت بول بالتاج اللي هو اللي انا معرفه كامل ده، او شلت التاج ده من اول 9.5 لغاية 99 اللي في الاخر دي، شلتهم ورحت حطيت مكانهم ليتست، هيسحب نفس الايمج. طريقة كمان الافضل ان احنا نستخدم الايمج اي دي او الدايجست اللي هو بيكون الشا كود بتاع الايمج بتاعتنا. تعالى نرجع كده ونشوف البوت بتاعنا قام ولا لا. نقول له او سي جيت بودز. البوت بتاعنا اللي احنا قلنا له اسمه ديمو 1 قام وشغال. لو عايزين نعمل describe ليه هنقول له OC describe بود وهنشوف البود بتاعنا. طب تعالى نشوف لو احنا عايزين نانسبكت ايمج معينة او عايزين نمانج ايمجز وريجستريز معينة من على السيستم بتاعنا. فعندنا تول اسمها سكوبيو، وممكن تعمل لها انستول عن طريق ان انت تقول له DNF install سكوبيو. السكوبيو دي ممكن اقول له سكوبيو list tags واديله الايمج بتاعتي. سوري، لازم اقول له دوكر. هنا راح تشيك على الايمج بتاعتي وهيتشيك ويجيب لي كل التاجز اللي موجودة او ريليتد للايمج بتاعتي. ادي كل التاجز بتاعتي اللي موجودة مع الايمج اللي انا بسيرش عليها. وطبعا هنلاقي عندنا هنا الليتست اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب لو احنا عايزين نشوف الداتا او نشوف الكونفيجريشن بتاعت الايمج بتاعتنا، فتعالى نقول له كده، هنقول له سكوبيو انسبكت وهننسبكت الايمج بتاعتنا، ننسبكت الكونفيجريشن بتاعتها، فهيطلع لنا الكونفيجريشن بتاعت الايمج بتاعتنا. تعالى هنا خلينا نصغر الاوتبوت ده شوية. طيب هنا بيقول لي الاركتكتشر اللي الايمج بتاعتنا شغاله عليه، شغاله الاوبريتنج سيستم، اليوزر زي ما شفنا اليوزر هنا معمول له سيت ان هو 1001. الاكسبوز بورتس او الميتا داتا اللي قلنا عرفنا دلوقتي ان احنا الابلكيشن بتاعنا بيشتغل على ايه بالظبط، الانفايرمنتس وهكذا. بقيه الكونفيجريشن بتاعه الايمج بتاعتنا. برضو عندنا الاو سي في كوماندز نقدر ننسبكت بيها الايمج، فاحنا ممكن نقول له او سي ايمج وممكن نقول له داش هيلب عشان نعرف. هنلاقي عندنا ان احنا نقدر نابند لايرز للايمج بتاعتنا ونعمل لها بوش على الريجستري. ممكن نميرور ان احنا نسحب الايمج من ريجستري ونحطها ناخدها من سورس ريجستري ونحطها على ديستنيشن ريجستري. ممكن ان احنا نعمل OC image info واحنا نشوف كل الانفو ريليتد للايمج بتاعتنا. واخيرا اللي هو ال OC image extract. وال OC image extract انت هتستخدمه ان انت تداونلود الايمج عندك as a container file وتدخل تبص على الكونفيجريشن بتاعه الايمج بتاعتك وهي موجوده عندك على الفايل سيستم بتاعك. طيب احنا البوت بتاعنا لما عملنا له كرييت بانهي يوزر؟ تعال نقول له OC who am I، فقال لك انت كيوب ادمن. فتعالى نلوجن بالديفلوبر ونقول له او سي لوجن يوزر ديفلوبر والباسورد ديفلوبر. فاحنا دلوقتي ديفلوبر، ممكن نقول له او سي جيت بودز. فاحنا شايفين نفس البودز. تعالى نكريت نفس الايمج بس بيوزر تاني. فتعالى نقول له او سي رن ونفس الايمج بس هنغير، بدل ما هو ديمو هنخليه ديمو ديفلوبر ونكريت. طيب تعالى كده نقول له او سي جيت بودز، هنلاقي البود بتاعنا اتعمل له كريت. طيب تعالى نقارن بين البودز اللي اتكريت. تعالى في الديمو بود
في الديمو 1 بود هنقول له oc exec -it، واحنا بنستخدم الاكزيك عشان لو احنا عايزين نرن كوماند جوه البوت بتاعنا. وطالما احنا عايزين دلوقتي ندخل جوه البوت فهنقول له -it عشان نفتح interactive session للبوت بتاعنا، وهنقول له بود ديمو 1، وهنا هنقول له داش داش. داش داش دي بنكتب بعدها اي كوماند احنا عايزين نعمل له اكزيك جوه البوت بتاعنا. فهنقول له سلاش بن باش، فاحنا كده جوه البوت. تعالى نقول له اي دي، فاحنا لقينا اليوزر اللي احنا كنا شفناه في الايمج من شوية اللي هو 1001. طيب تعالى نعمل نفس الكلام بس للبود اللي كريته الديفلوبر. هنقول له بدل ما هنقول له ديمو 1 هنقول له ديمو داش ديف. تمام. وتعالى بقى دلوقتي نرن اي دي جوه البود من غير ما ندخل جوه البود. فهنقول له داش داش اي دي، فهنلاقي يوزر اي دي تاني. طيب دي حاجة من الحاجات او من السكيورتي اللي موجودة في الاوبن شيفت، ان انا لو برن البوت بتاعي as a administrator فهاخد الانستراكشنز اللي موجودة جوه الايمج ومن ضمنها اليوزر، وهستخدم اليوزر ده، وهيبقى اليوزر اي دي زي ما هو مكتوب في الايمج فايل. يعني لو الايمج فايل مكتوب فيه ان اليوزر اي دي 0 يعني هو روت يوزر، فهيستخدم الروت يوزر. لكن لو احنا بنرن as a regular user زي الديفلوبر عندنا هنا، فاحنا بناخد يوزر اي دي. طب اليوزر ده اي دي ده جاي منين؟ تعالى اقول لك. تعالى نقول له احنا في بروجكت اسمه تيست، فتعالى نقول له oc describe project اللي اسمه تيست. ففي الديسكريبشن هتلاقي عندك الانوتيشن، وبعدين هتلاقي في الانوتيشن ده عندك user ID range. فهتلاقي اليوزر بتاعك اي يوزر جديد انت هتعمل له كرييت هياخد من الرينج ده، وهنلاقي ان في كمان رينج للجروب. فهنلاقي هنا اليوزر اخد من الرينج بتاع اليوزر اي دي، وهنلاقي هنا للسبلمنتري جروب هو اخد من الرينج بتاع الجروبس. لكن الجروب اي دي او اليوزر جروب اي دي هنا دايما بيكون روت، عشان لو اليوزر ده محتاج يستخدم الروت بريفليج ان هو يرن اي حاجه جوه الكونتينر بتاعه. طيب تعالى ناخد شويه كومنتس ممكن تفيدنا في التعامل مع البودز بتاعتنا او مع الريسورسز بتاعتنا في الكوبرنيتس. مثلا لو احنا عايزين نكوبي فايل، فاحنا كنا عاملين فايل اسمه كات اسمه test.txt، ما هو حاطين جواه hello world. تعالى نقول له كوبي الفايل بتاعنا ده، فهنقول له oc كوبي ونقول له اسم الفايل. مثلا احنا في الكوبي ممكن نكوبي من البود لبره البود او من بره لجوه البود، هي سورس وديستنيشن. فهنحط له السورس، احنا هنا السورس بتاعنا الفايل بتاعنا، والديستنيشن بتاعنا اللي هو ديمو ديف مثلا، وهنقول له هتحطه في السلاش تم. طيب احنا لو عايزين ندخل على البوت بتاعنا قلنا يا اما هنستخدم الاو سي اكزيك، يا اما ممكن نقول له او سي ار اس اتش اللي هي اختصار لريموت شيل، ونقول له ديمو داش ديف. هنقول له ان هو بوت، احنا كده جوه البوت. هنقول له كات سلاش temp test.txt، لقينا الفايل بتاعنا بالكونتنت بتاعه جوه البود. طيب بنفس الطريقة ممكن نستخدم بدل الكوبي نستخدم الار sync سوري، وهنقول له
الكرنت دايركتوري اللي احنا جواه، فهنا هيبتدي ينقل كل الداتا اللي في الكرنت دايركتوري للبوت بتاعنا. لو دخلنا جوه البوت كده تاني ودخلنا عملنا ls/temp هنلاقيه نقل كل الداتا كانت موجودة عندنا في الهوم دايركتوري اللي كنا عليه. فيبقى كده احنا عرفنا ال OC copy وال OC rsync. وطبعا زي ما خدنا الحلقة اللي فاتت ان احنا لو عايزين نشوف اللوجز اللي جوه الكونتينر بتاعنا ممكن نقول له OC logs ونقول له اسم البوت بتاعنا اللي هو demo dev مثلا ونقول له اوكي، فطلع لنا كل اللوجز. لو احنا عايزين نشوف اخر لوجز فنقول له tail عشان يطلع لنا مثلا اخر 4 سطور في اللوجز بتاعتنا، فهنا طلع لنا اخر 4 سطور بس. كده في حلقة النهاردة عرفنا ايه هي الايمجز وازاي نستخدمها وازاي نرن سيمبل بود. ان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنعرف بالتفاصيل ايه هو المانيفست فايل اللي ممكن نكريت منه الريسورسز بتاعتنا، وايه الفرق بين الريسورسز، ايه هو البود، ايه هي الديبلويمنت، وايه هي السيرفيس، وازاي نعمل ديبلوي لكل ريسورس من الريسورسز دي. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.